السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا أحلى متابعين. معكم أنا مدرب السواقة سالم قاسم من ألمانيا. مثل ما نزلنا امبارح على التيك توك وعلى اليوتيوب على قناتي. معنا اليوم أخونا عقيد نجح امبارح من المحاولة الأولى بشهادة السواقة، فلذلك اليوم حضرت لكم بعض الأسئلة وبعض التعليقات اللي سألتوني إياها على تيك توك واليوتيوب، إنه قديش طولت مدة التدريب، قديش الكلفة، كم ساعة أخذ، كيف كان التدريب، يعني بشكل مختصر رح تشوفوه كله بهذا الفيديو. رح نبلش بأول سؤال. أول شيء شلونك يا عقيد؟ بعدين بلش. الله يسعدك استاذ سالم إيش الأخبار؟ ويوفقك، والحمد لله امور طيبه وفضل الله وفضلك. بنرجع بنقول والله يوفق الجميع ويوفقنا سوا يا رب. إيش شعورك اليوم معك شهادة السواقة ونجحت من شعور المحاولة الأولى؟ كنت متوقع تنجح من المحاولة الأولى ولا كنت متردد؟ لأني أنا حتى أنا حاولت، اللي شافنا على التيك توك نقلت لكم ردة فعله قبل الفحص مباشرة وبعد الفحص، فلذلك مشان انه سألته انه انت خايف، قال لي لا متوتر. لا، هو كان بالفعل كان يعني متوتر شوي، بس انا شجعته اعطيته معنويات حلوة الحمد لله الحمد لله والشكر. انا والله ايمان، هو الايمان بيرجع لرب العالمين. وكنت متوتر ولكن عندي املي كان 80 90%، يعني ان شاء الله اني راح اجيبها طبعا. صحيح. بفضل الله وفضلك. وحتى انا ذكرت بالفيديو قلت لك ان شاء الله راح تنجح، واكدت له على هذا الشيء وانا واثق. قلت له عدا اذا انت عملت خطا كبير هذا الامر خارج يعني مشيئه رب العالمين. أكيد. وبالفعل مثل ما كنا متوقعين مشي كلياته الفحص بسلاسه. هلا رح نحكي لكم ايضا عن الفحص باخر الفيديو، كيف كان الفحص بالتفصيل. أيوة عن بعض الطرائف والمواقف اللي حصلت معنا. رح نبلش بالسؤال الاول يا عقيد. كم ساعه اخذت من وقت ما بلشنا للامتحان؟ 16 درس. تمام. صار لي شهر كل درس من سوق نحن ساعتين، يعني 32 تقريبا. 32 ساعة. تمام. كل درس كلفتني هي التكلفة. انا بسألك كم ساعة انت خلص طف الأسئلة. 32 تمام. الكلفة قديش كلفتها؟ الكلفة كامل من أول ما قلت السلام عليكم لحتى ما قلت لك الله معك 2700 يورو. 2700 يورو. لأن في كتير اصدقائنا بيكتبوا لي من المتابعين على التيك توك، على الفيسبوك، على اليوتيوب، انه قديش كلفه شهاده سواقه اذا بدي ابلش. قلت لهم انه اذا نجح الشخص من المحاوله الاولى بين ال 2500 ل 3000 اذا نجح من المحاوله الاولى. اما اذا المحاوله الثانيه كل ما او الثالثه راح تزيد التكاليف بس، ولكن الاجماليا المينيموم هي 2500 ل 3000. تمام. تمام. مع تسجيل المدرسة كله كامل عم بحكيها. مع تسجيل المدرسة مع تسجيل المدرسة مع الرسوم. في نقطة على فكرة، ال 32 ساعة هي من ضمنها تعلمنا على الغيار العادي وتعلمنا أكيد. على الاوتوماتيك أكيد. يعني علمته العقيد على الغيار العادي والغيار الاوتوماتيك، يعني مو بس على الاوتوماتيك، لاني شهادته بحق له يسوق الاثنين العادي والاوتوماتيك. البي 190. فلذلك 5 كانوا اجباريات اللي هن 10 ساعات، بالاضافه للساعات الاجباريه على الاوتوبان 12 10 و12 22 ساعه، و10 ساعات تدريب. يعني 10 ساعات اوبونشتوندة و22 ساعه اللي هن الساعات الاجباريه. يعني هدول بدك تسوقهم، وبالاضافه ل 10 ساعات على الاوبونشتوندة على الغيار العادي على الشالتونج. مجموعه 22، وما تبقى هدول كلهم تدريب على الامكرن الباركينج. هدول اجباري ما في نكتب للامتحان صح. اذا ما نحن عملناه. عندك انواع من الباركينج هدول اجباري رح ناخذ لهم ساعات. تمام. المده كانت قديش؟ المده كانت شهر 4 أسابيع. 4 أسابيع فعليات، لاني بلشنا بالشهر ال 12 كانت عندنا الفاينختن، بعدين عندنا الاورلاوب، سقنا قبل 5 دروس اللي هي خلصنا الغيار العادي قبل راس السنه. وقلت لك حتى نحن نوقف دروس حاليا ونكمل بعد راس السنه بعد الاورلاوب. بلشنا من تقريبا من اسبوعين على فكره. تمام. وقلت له مشان ما نوقف نعطيك الساعات وبعدين توقف، بعدين فحصك باخر الشهر الاول اللي هو 30 واحد امبارح كان 30 واحد صحيح. قلت لك بنكملهم، وهذا الشيء اللي صار بالفعل، وحضرتك للامتحان ومبارح كان الامتحان. تمام. هلا بدي اسالك سؤال، انه ليش عملت الشهاده؟ انه ليش بتحتاجها كونك انت ساكن بالمدينه؟ انت ايش بدك بالشهاده؟ الشهاده انا لازمتني لعده شغلات. يعني اول شيء انا عندي اطفال 3 اطفال،
مدارس. ثاني شيء عندي شغل، بدي اطلع على شغلي. ثالث شيء لعدة اسباب، يعني ما فيني كاغراض بيت منزلي، حياة تمشي فيها بالسيارة، بيت اجباري بده اجباري حاجاته كونه وبده. واحد عنده عيله وعنده اطفال بده عرفت؟ ياخذهم على الروضه، بده ياخذهم على ايه المدرسه، بده اجباري يجيب يعني. يعمل الحمد اينكاوف، بده لله يشتري تيسير اغراض للبيت. فلذلك كثير مهمه. لو انت كثير. ساكن بالمدينه، لكل الساكنين بالمانيا بيعرفوا هذا الشيء، شفت الريفي جو البيت يعني. قريب على البيت. بس مع ذلك انت بتضطر اجباري. يعني ما بدك تجيب كل شغلك او عندي اغراضك من اطفال الريف، بدك 3 صحيح روضات تود. شغلات صحيح. هاي يعني. فلذلك حاجة للبيت الامر مهم. واللي اكيد. ساكنين بالضياع وساكنين مناطق بعيده بتعذبوا الله اكثر، يعينهم الله يعينهم. بتعذبوا اكثر. ويعني الامر جدا يعني صح. يعني بيحتاجوها بشكل اكيد. فعلي. تمام. عندي هلا هون في سؤال، طبعا حاطط لكم هون بعض الاسئله. ليش يعني انه جيت لعندي؟ كانت الامر بالصدفه، ولا حدا نصحك قال لك انه تعال عندي، ولا انه كان الامر بالصدفه انه تجي لعندي على مدرستي؟ والله الامر كان صدفة ومو صدفة. كيف صارت؟ انا جيت سجلت بهالمدرسة على طريق واحد رفيقي كمان من جماعتنا، الله يذكره بالخير طبعا، يسر امره وامرنا امين يا رب. اجمعين. قال لي روح على المدرسة، هاي المدرسة منيحة. انا كمان اجيت سبحان الله شفتك انت بتحكي عربي، قلت يا محمد معناته الله بحبني. الحمد لله. الحمد لله والشكر، الله بعث لي واحد عربي. كيف بدي افهم على المانيا انا؟ ما بتزبط. على فكره في كثير ناس بالموضوع حديثك يا عقيد بتسالني انه انا بدي لغه حتى انا اقدر ابلش تدريب. راح كيفك انت تجاوب عن هذا الشيء؟ والله الصراحة انت ساعدتني بكثير شغلات. تمام. حتى بيوم الفحص البارح كان في المدرب الفاحص كان يسأل ويقول لي شغلات انا ما بفهمها، فصرت تترجم لي انت كمساعدة انسانية منك. عرفت؟ كأنك بدك يعني اني اتوفق، انا توفيق صحيح. من الله. لاني انا قبل عرفت؟ الفحص قلت لي قلت له كل الاسئله التكنيك اللي تبعت بس السياره. نسيته. سالوا على وحده ما كلهم نسيتهم، سالوا على شغله عم نسيها. قلت له انا يعني، قال له انه خلينا خلص نطلع. انا مشان ما يقول له انه ما بيعرف، قلت له للفاحص، قلت له هو بيعرفه بس ولكن ما فهمه بالالماني. صح. بس هو بيعرفه. أيوة. وعلمته عليها وهو بيعرفه. عن جد. تمام. صح. بس المانيته ضعيف. ضعيف. تمام. أي. حلو. وشغلات تانية يعني التدريب كان كيف كان التدريب؟ كيف شعرت قبل ما تبلش؟ ولاني هذا السؤال اللي بعده، ومن بعد ما بلشت، وهلا كونك انه انت نجحت. بني ادم مو بس مسك الدركسيون صار شوفير. عرفت؟ هلا انا بسوق من زمان اوكي، بس هذا الشيء ما نفعني كسواقه، بس ما نفعني كقوانين. تمام. كقوانين ما بعرف شيء بالشارع. ما بعرف شيء ابدا. اشاره حمراء من خضراء ما بعرفها. عرفت؟ لانه صراحه بحكي لك اياها كنا هنيك بلد تاني، بلد طايش. منسوق من دون قوانين. اهم شيء توصل من مكان لمكان بدون ما تعمل حادث. لا حادث ولا شيء. صحيح. بس بتعرض الناس للخطر للكذا، بتمشي تمام. ما في قوانين. ضايع الطاسه. ضايع. صحيح. فهون ما بعرف شيء يعني اذا اطلع على شارع شوف قارمه فيه جوز ما بفهمها يعني بدون مبالغه طبعا. فلذلك تشجعت انه كوني بدرب باللغه العربيه. تشجعت انه قلت لا انا بدي اتعلم القانون باللغه العربيه. الله بعث لي اياك انسان طيب ومحترم، والله بتنحط على الراس وعلى العين، وربي يوفقك ويسعدك يا رب. جيت اول ما طلعت معك اول 5 دروس سبحان الله هيك ارتحت من الله. كم واحد يعني من بدون ذكر اسماء الله ييسر لهم كمان، هن كمان يوفقهم. طبعا لما بعد ما بلشت. ايه بعد ما بلشت قال لي عقيد لا تروح لا شيء، لاقي لك مدرسة ثانية او شيء. قلت حبيبي انت خليك بحالك وانا بحالي، انا انسان متكل على الله. صحيح. على فكرة انه عم بيقول له انه روح لغير مدرسة. أيوة. مع انه انا بكل المنطقة انا المدرب الوحيد العربي. أيوة. يعني اللي عم ينصحه ما عم ينصحه، عم يريد يضره لاني ما بيعرف الماني وعم يبعتك. هو رسب اذا هاي، فبيجي بيحكوا انه نحن رسبنا الاخطاء من المدرب. هذا الشيء غلط. تمام. ما في مدرب عدم مؤاخذة مو قدامك طبعا. انت اكيد اليوم بدك تدرب انسان لتطلعه على النجاح، ما تدربه شكلك تطلع معه شغله ثانيه. عرفت؟ قمت انا في هلا قلت لك من قبل شوي، قلت لك في زلمه كبير بالعمر الله يطول لنا في عمره كمان، قال لي عقيد والله انا حاولت 4 مرات، وال4 مرات برصف فيهم للرابعه اخذتها. الرابعه. قلت له شو؟ قال والله الغلط مني، تجي للواقع الغلط مني. فضلت براسي انا
عرفت؟ ضلت بمخي انه خلص معناته هذا رب العالمين يسر له اياها بالرابعه، ما صحيح. يسر له اياها بالاولى ولا بالثانيه ولا الثالثه، صحيح. رب العالمين يسرها بالرابعه. حطيتها براسي، اجوا المهم الشباب هذول الله يجزيهم الخير طبعا كمان ماشي، غير مدرسة. قلت له انا ما بغير يا اخي، انا انسان عندي قناعة تمام، بمشي على اللي بيقول لي اياه. صحيح. زبطته وبعدين هو طلع غلط منه. صحيح. حتى هو قال لي انه، قلت له طب انه ليش ما سمعت نصيحتهم، ليش ما رحت؟ قال لي انا بدي اخذ شهادتي ان كان عندك، ان كان بمكان ثاني، تيسير رب العالمين، تيسير رب العالمين. بس انا كونك عم تحكي عم تشرح لي بلغتي انا راح استفيد، راح اكيد راح. بس البارح انا كنت سايق كله نظامي، وصلنا عند التوف، هي رح نحكي عليها هلا. بس لاني ما معي وقت كثير، عندي هلا درس. شوف عندي في بقيان كذا نقطه وراح نكمل وبنرجع لهي لنقطه الامتحان. كيف كانت المعامله بشكل عام، المصداقيه؟ توقعت النجاح؟ والله العظيم بحكيها جد يعني، ممكن كل قلب يعني صافي ان شاء الله. معامله احلى معامله، الله يسعدك دنيا واخره. خلي لي اياك يا رب. تعليم خليتني استوعبه، يعني خليتني افهمه، يعني انا ما علمتني شغل طياشه، هذا مؤاخذه منك، استوعبت الشارع ترجعني فيه 1000 مره عشان بس افهمه. صحيح. وعلى فكره بيوم الفحص امبارح ايش تحكي عن طريق الفحص، مسار الفحص كلياته من وقت ما طلعنا لبيت ما رجعنا، شلون كان؟ كل شيء انت علمتني عليه، ونفس الشوارع اللي فتنا فيهم الفاحص فوتني فيه، عملنا فيه باركينج، وعملنا الام كيرن واليمين قبل اليسار، وطلعنا على الاوتوبان بالاينفارت بالاوسفارت. لما رجعنا كلياته نفس حذافيره، نفسه بحذافيره كمان نفس الطريق وبحذافيره. صحيح. ومشينا والله اللي يسر طبعا، الحمد لله. والحمد لله والله يعني مو حمدا فيك بس، ولكن الانسان الطيب لازم واحد يحمد فيه. خلي لي عرفت؟ الله يسعدك، انت انسان ذهب وبتستاهل كل خير، ربي يوفقك ويسعدك. وعن جد انا استفدت منك استفاده يعني بدعي لك طول عمري فيها، لانه الحمد لله والشكر الله يسره، ثم انت يعني خلي لي اياك يا رب. تعلمت الفضل لله. لو كنت عند الماني عدم مؤاخذه يعني ما في فرق، بس ولكن الماني ما راح افهم عليه. صحيح. ما راح يقول لي هاي هيك. صحيح. ما في مدرب ما بيريد مصلحتك. على فكره كان امبارح معنا طلع معنا فاحصين، فاحص والثاني مو عم يطلع عليك، حتى قال لك انه ما في لا تخاف، ما في اي مشكله. كان طالع مرافق للاول، بس يعني طلعنا بالسياره 4 يعني. بس الحمد لله رب العالمين. الفاحص قال لك انه اثنين اعطونا قالوا لي انه تمام، وكانوا كثير محترمين. تمام. وباخر اثناء الفحص قبل ما يوصل للتوف كان عمل خطا كبير، انا هون وقفت على اعصابي. انا قلت خلص عقيد اذا عمل خطا يعني رح يرسب. سبحان الله هيك الله الهمه يمشي الحال، ووقف هيك عند التقاطع بنص التقاطع، وبعدين ما بعرف الله الهمه وكمل ومشي الحال وكانت خضراء يعني. انا شلون كانت هاي الموقف؟ كنت بدي ما شفته لا حكى شيء ولا شيئتين، لا قال لي لا يمين ولا يسار وقال لي روح على التوف. التوف ما عرفت انه هذا التوف، هذا الشارع بيودي على التوف. اما طلعت هيك انا فكرت في قارمه انه ممنوع الدخول، قلت بلكي هو عم يوهمني. عم يوهمني، فهمت عليه. عرفت؟ طلعت ما في قارمه، قلت معته كلامه انه روح دغري، كمل دغري. حزم يا الله يسر، الله يسر. الحمد لله الحمد لله. ايش تحكي بكلمه نهائيه باخر الفيديو؟ انا بعتذر منك لاني وقتي هلا الدرس كلمه نهائيه، تيسير من رب العالمين، والعلاقه ما لا بالمدرب ولا بشيء. اذا انت سمعت للمدرب ومشيت مثل خطوات المدرب اللي بيعلمك اياها، لول بتكون شو بدك تاخذها من اول مره ومن اول مره ان شاء الله. اما اذا انت منك ومن حالك مثل ما قلت لي اياه وعلمتني اياه وضلت براسي عن جد يعني، تسوي قوانين من حالك ما راح تنجح. تعمل حالك شوفير من حالك ما راح تنجح، لانك انت ما لك فهمان القانون. هذا الزلمه فهمان القانون، بيعلمك على القانون، تمشي بالقانون. ولا تسمعوا لكل شخص بينصحكم اذا ما بالفعل التقيت سمعت شفتوا نفس الانسان اللي عم يحكي عليه، ما تاخذوا. ما كل انسان بينصحك بيكون بريد مصلحتك. بس ما نظن بالناس ظن سوء، مثل لاني انا بدري في ناس مثلا بقول لي انه لا مثلا بشكل عام يعني نحن على بساط احمدي يعني في ناس ما بتحب الخير للاخرين. فهمت كيف؟ بتحب الخير لا وللاخرين لا. بني ادم حسبت لا حول ولا قوه، ما ضروري اذا انت شفت صحيح خير من بني ادم ما ضروري اذا كل مره رسبه انت رسبت. الله ما يسر لك، شو دخلوا هذا صحيح.
صحيح. فلذلك نتمنى لكم كل التوفيق. هي قدامكم كان عقيد نجح من المحاولة الأولى وهيك كلفته. بنتمنى تكونوا استفدتوا. عملنا لكم هذا الفيديو لتستفيدوا وشرحنا لكم أهم النقاط. إن شاء الله ما نكون نسينا شيء وهيك شوي الضغط الفيديو إنه ما يكون طويل وبنفس الوقت عندي عمل. خلي لي إياك يا عقيد. بتمنى لك التوفيق بحياتك. نجحت بشهادة سواقة وضل كل ما سقت السيارة ادعي لنا. خلي لي إياك يا رب. بدي أدعي لك ان شاء الله. خلي لي اياك يا رب وبتمنى لك كل التوفيق. ربي يحفظك. وانا بتمنى لك التوفيق الى كل المتابعين وربي يسعدكم جميعا ويوفقكم وتنجحوا واموركم تكون باللوز. خلي لي اياك يا رب. احلى عقيد. يلا السلام عليكم. راح ننتقل ان شاء الله بالفيديو القادم. السلام عليكم.